يا مساء الفل. النهاردة هنعمل كبدة زي بتاعة المحلات والعربيات اللي بتتباع في الشارع، زيها بالظبط، بس طبعا انضف واحلى وطعمها بجد مش هتفرقوها من بتاعة الشارع. دلوقتي انا جبت نص كيلو كبدة طبعا ما بتحطش عليها مية علشان ما تزفرش. امال تتغسل بايه؟ الكبده ما بتتغسلش، لا بتتغسل بخل. تحطي عليها كده معلقتين 3 خل لغاية لما الحمار اللي فيها دوت يبقى لونه فاتح، ما يبقاش لونه احمر كده زي ما انتوا شايفين، ما بيبقاش لونه احمر قوي، بيبقى لونه زي لون وردي كده. دي طريقة غسل الكبدة. لو عندك ليمون حطي مع الخل ليمون، ما عندكيش ممكن خل، وسيبيها تتصفى، قلبيها كده وسيبيها تتصفى. عقبال ما تتصفى اجيب حلة، الحلة بتاعتي، واحط فيها زيت. انا مش هعملها بسمنة، هعملها بزيت عشان تطلع زي بتاعة الشارع بالظبط. وبعد كده هحط فيها بصلاية كبيرة، او لو ما عندكيش بصل كبير ممكن تحطي بصلتين صغيرين. وهنفضل نقلب البصلاية لغاية لما تبدأ ان لونها يحمر كده، وهقوم حاطه عليها فص توم. التوم بيديها ريحة مش قادرة اقول لكم طبعا عاملة ازاي، ريحة وطعم. وما تقلقوش مش هتوجع البطن ولا تنفخ ولا حاجة. وبعد كده هقطع فلفل اخضر واقوم حطاه عليها، بس انا عايزه البصله تصفر معايا مش تغمق. وبعد كده هحط الفلفل ياخد تشويحتين معايا. عايزه برضو لونه يفضل زاهي كده، مش عايزه لونه يجيبها مش عايزاه يستوي قوي. وبعد كده هقوم حاطه الكبده بتاعتي، وهفضل ان انا اقلب كده معايا. مش هحط لها ميه، مش هزودها ميه ولا حاجه. الكبده كده كده هتنزل الميه بتاعتها، بتنزل السوائل اللي فيها. اول لما ابتدي ان انا ابهرها احط الملح والفلفل والكمون والشطه والبهارات بتاعتي. انا حطيت كمون زي ما انتم شايفين، وحطيت ملح وفلفل. بس انا استفدت البهارات دي. انت عايزه بقى تحطي 7 بهارات، بهارات لحمه، لو عندك بهارات كبده، اي بهارات عندك ممكن عايزه تحطيها حطيها. بس انا شايفه ان البهارات دي مش طاغيه على طعمها، وبتحتفظ كمان بطعمها. طبعا الكبده لازم اساسي، عايزه تعمليها لهم بقى في سندوتشات، تعمليها في عيش شامي، في عيش فينو، في عيش بلدي حتى، او نغير ممكن العشاء، ممكن غدا خفيف كده. طبعا الكبده جنبها يعني قدميها زي ما انت عايزه. الكبده جنبها طبعا لازم سلطه طحينه. دلوقتي انا حطيت تومه، دي اسهل سلطه طحينه وما فيهاش افتكاسات، ولا بقى تحطي زبادي ولا اي حاجه. انا حطيت معلقه توم، وبعد كده حطيت كمون، وابتديت ان انا دي طحينه خام مش طحينه المعلبات، لا طحينه من عند السرجة الراجل اللي هو الطحينه السايبه، بتبقى احسن من المعلبه. وبعد كده هبتدي ان انا ازود الميه بتاعتي لغايه لما احس ان القوام بتاع الطحينه معايا ابتدى ان هي تفك وتديني قوام سايل شوية، او قوام كريمي شوية، هتبقى زي بتاعة الشارع بالظبط. عايزة بقى تزودي انت تحطي بهاراتك، عايزة تحطي شطة، انا حطيت بعد كده شطة بس ما كترتش الشطة قوي طبعا عشان ابني الصغير. انتي بقى براحتك، يعني لك مطلق الحرية في انك تزينيه. عايزة تحطي بقى بقدونس، عايزة تحطي حاجة عليها خضار عليها، بس انا شايفاها ان هي كده يعني عادية جدا. وانا عملت جنبيها رز بالشعرية عادي جدا. انتي بقى المتاح عندك، وألفي وفكري. واحنا بخامات بسيطة وحاجات بسيطة من البيت، ودي وصفات اقتصادية. الموضوع كله مش هيكلفك 60 جنيه 70 جنيه بالكتير قوي. ده نص كيلو الكبدة بتاعي. ممكن يقضينا كمان، على فكرة هيقضينا على يومين لان احنا فردين، وممكن يقضي كمان ازيد. لك مطلق الحرية بقى في انك تقدميه زي ما انت عايزة. هستنى تعليقاتكم، وهستنى السبسكرايب بتاعتكم واللايك. ما تنسوش تتابعونا كمان في قناة اليوميات. هستنى تقولولي عايزين وصفات ايه. باي باي.